3 2 1 يلا يلا عشان يبقى اون اير دلوقتي. مساء الخير، احمد هيكون اون اير. يا باشا انا بحب المهنه دي وبحب الكوره، فانت هتاخد افضل محتوى ممكن. عارف ليه؟ انك بتجمع بين ميكس غريب جدا. يا ليالي عودي تاني، يا ليالي عودي تاني بالامجاد والبطولات ومش عارف ايه هو اللي هياخد الدوري. لا 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 لا, لا. استحقوا بصراحه. فوقتنا اللي فاتت دي. يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال. حلقه جديده من 5 محلي واسبوع محل من نار. يا نهار ابيض يا جرادي شار، الراجل ده وحشني بصراحه. اسبوع غريب عجيب مريب. الاهلي راح فين؟ الزمالك بيعمل ايه؟ مين بيودي على فين؟ كلام كتير يا بيه جايين نتكلم فيه. فلو انت مستني اي حاجه غير اللي احنا هنقولها، انا بقول ايه؟ 3 2 1 هنعيد تاني مره قط. يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال. معاك احمد حسن وحلقه جديده من 5 محلي وحل مع المحلي. وملك المحل لما يتكلم يا ريت الكل يقعد يحلي. النهارده بنتكلم عن اسبوع كان نينجا، اسبوع كان من نار. وحشني والله الملك جراديشار، على الاقل كان ارحم من المهاجمين اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي. اسبوع كان فيه بيراميدز قدر انه يطرقع المارد الاحمر بالثلاثه يا حبيبي بالثلاثه، والزمالك تعثر امام انبي والبترولي عملها، ولكن الاهلي ما استغلهاش. بس الخوف من ايه؟ الخوف من ايه؟ الخوف من ايه؟ تعال يا بيه هقول لك عليه. تخيل معايا ان اللي ياخد الدوري مش الاهلي، لا لانه بعد خلاص اصلا، ولا الزمالك برضه لا، رغم الموسم الاعجازي اللي يستحق عليه الاشاده ورفع القبعه. الزمالك بالمناسبه النهارده توقف للمره ال15 للقيد في الموسم واحد، دي حاجه في منتهى الغرابه يا جدعان. متصدر الدوري المصري وهيلعب نهائي افريقيا كمان. تعالى كمان احكي لك عن الخلاصه. بيراميدز يستغل انه طرقع الاهلي 3 والزمالك يقع قدام الاهلي يوم الجمعه، يبقى انت كده بتتكلم 50-50. دي مش نسبه لا، ده عدد نقاط الفريقين مع بعض. فيتوقف المواجهات المباشره الا اذا عملها نادي بيراميدز وكسب كل اللقاءات، او الزمالك وقع وقعد ينقط في النقاط. ولما ترجع بالماضي والتاريخ سواء بيراميدز او الاهلي، هتلاقي ان الزمالك من عادته كالعاده يا ساده بيعملها. فاحنا قدام لقاء مهم جدا يوم الجمعه من حيث الجماهير، لان بقالنا فتره ما شفناش العدد ده جوه المدرجات المصريه، وبقالنا فتره ما شفناش لقاء جماهيري اهلي وزمالك لقاء قمه بهذه الاعداد وهذه الاجواء. وطبعا الاهلي كسبان الدور الاول، فالزمالك عايز ياخد بطاره، والزمالك عايز ياخد الدوري ولسه واقع قدام انبي. بس الاهلي متطرقع من بيراميدز فعايز يصالح جماهيره. وزيزو بيقول لك مش عايز يلعب اللقاء، مع انه كان عايز يحلف 100 يمين او كان بيحاول بكل الطرق يا بني ادمين انه يلعب لقاء الدور الاول في الدوري، بس كان مصاب. لكن النهارده بيقول لك هو مش مصاب، واخبار كتير بتؤكد ده. ولكن الراجل ممكن يكون بيهرب، ممكن يكون ضغط نفسي، كل ده هنتكلم فيه. خلينا نلغي بقى المقدمه ونخش في الموضوع على طول. اقول لك على حاجه، انا بصراحه في الكونتنت الرياضي بجمع بين حاجتين بحبهم. رقم واحد وهي الكوره، لان بحبها وشغفي كان فيها، وكالعاده يعني كان نفسي اكون لعيب كوره. الحاجه التانيه حب للمهنه، انا بحب اتكلم قدام الكاميرا وراجل خريج اعلام. فالميكس ده هيطلع لك جوده محترمه. لايك، سبسكرايب، شير، فولو على الفيسبوك لو انت لسه بتتفرج. يلا بينا يا ابني نخش في الموضوع على طول. وملك المحلي حل مع المحلي، واي حاجه تخص الدوري المحلي تعال عندي هنا. يلا بينا. في البداية خلينا نتكلم عن موقف النادي الأهلي من الدوري المصري. والموضوع بدأ من كأس العالم للأندية. لا ده الموضوع بدأ من مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري. لا ده أنا قلت لك عليه كذا مرة، ولو ما خدتش بالك فأنت هتخش على الفيسبوك بيج وهتلاقي السكرين شوت بيظهر لك دلوقتي. هتلاقيني اتكلمت على إن كل الريمونتادا اللي الأهلي كان بيعملها ملهاش لازمة، وهتلاقيني اتكلمت على إن كل التألق ده برضه ملوش لازمة، وإن الأهلي حتى لو كان كسب بيراميدز ما كانش هياخد الدوري. أقول لك على مفاجأة، الأهلي مهما يحصل هيطلع بموسم صفري. وبصراحه دي احسن حاجه ممكن تتعمل عشان نفوق كده بدري بدري ونظبط الاعدادات ونعالج كل المشكلات اللي حصلت. وخلي بالك ما تظلمش المدير الفني، لان قلت لك قبل كده هنا في القناه او على الفيسبوك بيج ان المدير الفني ستورب الدنماركي نجح مع كل الفرق اللي كان بيمسكها من الموسم الثاني. وقلت لك قبل كده ما تستناش منه اي نتيجه. طب تخيل بقى ان فرقه زي الاهلي اصلا فيها حاجات كتير غلط. واقول لك على حاجه، هو او ريبيرو او غيره كان برضه هيفشل في الموسم ده، لان الاهلي بيمر بفتره مش كويسه. واتكلمت معاك قبل كده برضو في حلقه من حلقات 5 محلي عن فكره الجلاكتيكوس واللي حصل مع ريال مدريد من اول ما جه مبابي، واتكلمنا عن فكره النجم واثنين وثلاثه في فرقه واحده يا بيه، وذكرنا باريس سان جيرمان وقلنا اللي حصل فيها يا نيمار وميسي وكيليان مبابي. هو في ايه؟ هقول لك في ايه. حاسب حاسب حاسب. ايه ده؟ ومعانا اوعى ايدك.
ومعانا ضيف حلقه النهارده يزن. انت ايه رايك في اللي بيحصل في النادي الاهلي يا يزن؟ كويس؟ حلو؟ الاهلي يستاهل؟ طب مين هياخد الدوري؟ روح لماما بتنده عليك. ماما روح لماما يلا. فعلشان نكسب وقت ونجيب الكلام من الاخر، خليني اقول لك ان الاهلي مش هياخد الدوري حتى لو الزمالك قدمهوله على طبق فاخر. وقبل ما نتكلم عن زيزو، عشان في كام نقطة محتاج اقول لك عليها، نرجع لنادي الزمالك. اهو نادي الزمالك بيقدم حالة تاريخية: ايقاف قيد، غرامات، لعيبة بتمشي، فسخ تعاقد، لعيبة بتفسخ عقدها من طرف واحد، والخ الخ الخ الخ. لكن الغريب انه لسه مكمل وبيلعب نهائي كونفدرالية، لا ومتصدر الدوري المصري كمان يعنيا. وعلشان نجيبها من الاخر، نادي الزمالك يستحق هذا الموسم انه يكون بطل الدوري. بالنسبه لي ابدا من الكونفدراليه، مع ان الجماهير تبقى طمعانه وعايزه الاثنين، بس صدقني اللي حصل السنه دي في الزمالك، اللي حصل من اللعيبه، اللي حصل من المرتبات، المدربين اللي جت، المدربين اللي مشيت، جون ادوارد رئيس النادي، الاداره، مش حاجات كتير، لخبطه، لعبكه، كل دي حاجات تقول لك ان النادي ده ممكن يهبط، يصارع على الهبوط، لكنه بياخد دوري صعبه وبياخد افريقيا صعبه جدا. فموسم اعجازي انجازي يستحق عليه التقدير، لانه مر بحاجات ما تمرش مرور الكرام. تقول لي بقى اصل المنافس الاصلي واقع، اصل يا باشا بيراميدز موجود النهارده. بيراميدز ده الزمالك واخده رايح جاي، انت واخد منه رايح جاي. النهارده الاهلي واقع رغم كل النجوم اللي قالك اللي هيتعادل معانا هيعمل فرح، ومحدش عزمني حتى عليه. يا راجل ده الاهلي من اول لقاء بيتعادل، دي الافراح باينه من اول لقاء في الدوري. فرغم كل المشاكل، رغم كل اللي حصل، رغم كل اللعيبه اللي بتمشي، النهارده ايقاف قيد للمره ال15 في الموسم الواحد، والزمالك متصدر برضه الدوري. مفيش لعيبه طلع من تحت، مفيش فلوس نستحمل وندي، لا تفاصيل كتير، تفاصيل اكتر، والنادي ده يستحق بطوله الدوري. بالرغم ان شغلي بيحتم عليا الحياد، وهنا بقول اللي انا شايفه صح واللي الجمهور محتاج يسمعه، والحاجات اللي تحتم علينا الغلط غلط والصح صح، والمهنيه بتقول ايه واخلاقيات المهنه، وان ما ينفعش اكون بتمنى فريق يفوز بحاجه، لكن انا بتمنى الزمالك ياخد الدوري ده عشان يستحق، واللعيبه تستحق، والجهد اللي يستحق. فوقتنا اللي فاتت دي. علشان نتكلم عن زيزو محتاجين نسأل سؤال في الأول: هو زيزو عنده ولا ما عندوش؟ في الغالب الراجل ده عنده. ولا ما عندوش؟ لا عنده. بس المشكلة هنا مش في زيزو كزيزو، وعلى فكرة هو بنسبة كبيرة بيهرب من لقاء القمة، ولكن برضه خليني اقول لك ان الضغط اللي هو فيه اللاعب مش سهل ابدا. النهارده جماهير الزمالك كانت ضده، جمهور الاهلي كان بيدعمه، لكن النهارده جمهور الاهلي وجمهور الزمالك والجماهير المصرية بتقول لك ما يستحقش انه يجي المنتخب. الراجل مش في حمل اي حاجة يعملها تخلي ناس تهجم عليه اكتر. بيشوف المحللين والنقاد، بيعمل بلوكات، بيعمل حاجات كتير باينة قوي. التصرفات دي ان الراجل مركز في اللي بيحصل، مش مركز في الملعب واوت اوف جيم. وبالنسبة له هو الفرقة كده الفرقه كلها مش جاهزه، بس في لاعب بيشيل الليله شويه وما يستحملش، في لاعب يقول لك يا عم كده خربانه، انا وحش عشان الكل وحش. لكن زيزو عنده حاجه حلوه وعنده كتير يقدمه، والدليل على انه لحد نص الموسم او لحد اخر الموسم كان مساهم باهداف كتيره مع النادي. فخلينا نلخص الموضوع ان احمد السيد زيزو مضغوط نفسيا، لكنه عنده مش متوظف فنيا في الملعب صح، وده بترجع لاسباب كتير منها طبعا المدرب. فتيجي تفتكر حاجه مهمه جدا، وهي ان اوقات كتير بتفتكر ان اللي بيحصل لك ده مش خير، مع انه خير ليك. الزمالك كان بيعيط على زيزو، لكن الاهلي اشتراه وهو بيخلص، خد ملايين، خد فلوس، خد عقد كويس، خد. فانت عاوز منه ايه؟ هو خلاص مفيش طموح، لانه خد شهره ونجوميه مع الزمالك، خد هداف الدوري مع الزمالك، خد الدوري مع الزمالك، خد كل حاجه. فهو اصلا ما عندوش حاجه عشان يشبعها، ده غير انه رايح يزاحم نجوم كتير. فهو خلاص هيبقى عنده دوبامين معين او جرعه معينه من الدوبامين خدها في الزمالك. فانت مهما تديله فلوس مش هيقدم لك حاجه، ومش عاوز انه يقدم حاجه، فهيلعب عادي، هينزل يتمشى في الملعب، لكن يقدم لك حاجه مستحيل. وهنا العيب مش فيه، لكن في البيئه المحيطه بيه. فانت حضرتك رايح تجيب بن شرقي، رايح تجيب زيزو، رايح تجيب امام عاشور اداك كام موسم كويسين. الزمالك خد، لكن خلاص الزمالك خد خير اللعيبه دي، فانت حضرتك مستني منهم ايه؟ ده غير ان الاهلي قدم صفقات طبعا سيئه جدا في الشتاء.
فوقتنا اللي فاتت دي. الآن لا صوت يعلو فوق صوت القمة. الأهلي والزمالك في الدوري المصري، القمة لا تحدد الزمالك بطل الدوري ولا بيراميدز ممكن يبقى 50-50 مع الزمالك. وبصراحة هنا في كذا سيناريو كل واحد بيحلله وفقا هو عاوز ايه، بس تعالى تخيل معايا اللي هيحصل بالظبط. هتسألني الواقع ولا اللي بتتمناه؟ اللي بتمناه الزمالك كده كده هيخسر من الأهلي، لأن الأهلي مش هيخرج من الموسم متطرقع من بيراميدز رايح جاي، والسيناريو الكورة بيقول والسكريبت المعروف ان الأهلي هيكسب الزمالك علشان يعني يبقى هو بطل الدوري، بس احنا طلعنا من الموسم باي انجاز، هيبقى خدنا الزمالك رايح جاي. ولكن الحقيقه الزمالك هيخسر من الاهلي وهياخد الدوري، لكن ده اللي انا اتمناه. لكن اللي هيحصل ان الزمالك هيتعثر امام الاهلي، ودي الرؤيه الفنيه الواقعيه. وهتشوف وافتكر الفيديو ده وتاريخ الفيديو ده، الزمالك هيقع قدام الاهلي عشان بيراميدز يفوز هو كمان، ويبقى النقاط 50-50 علشان نفضل مكملين اخر كام جوله في الدوري خلاص، ويجي بيراميدز ياخد الدوري بعد الزمالك ما يتعادل في لقاء من الكام لقاء المتبقيين ليه. وبيراميدز لاول مره في التاريخ هو بطل الدوري المصري بعد ما تألق قبلها بموسم وقدر انه ياخد دوري ابطال افريقيا. صحيت من النوم ولا ايه؟ هتشوف. نرجع بقى لاهم حاجه بنحب نحل فيها يا باشا، وهي فقره حلي مع المحلي. مفيش لقطات، مفيش اهداف، مفيش اي حاجه، الدوري بيخلص وانا مضغوط برضو كالعاده زي الحلقه اللي فاتت، فانت بقى خش اتفرج بقى على اهم اللقطات واحلاها واحلى الاهداف وتخيلها انت مع نفسك بقى، مش لازم اقولها لك. انا كان في كلمتين محشورين في زوري بصراحه وحابب اتكلم فيهم كرويا معاك لانك مشجع فاهم كويس كوره، فدينا اتكلمنا في الحاجه اللي بنحبها. وبيني وبينك انا قلت اطلع اهزر معاك شويه يعني، والمره دي بطلع على اليوتيوب، المره الجايه هتكون على اون سبورت، المره اللي بعدها بين سبورت، يعني انت وحظك بقى تلحقني فين يا ما تلحقنيش. سبسكرايب ولايك وفولو بسرعه عشان تجيبها معايا من البدايه، لان مش هنساك، لان احنا بدأنا مع بعض الحكايه. اشوفك في حلقه جديده من 5 محلي وحلي يا حلي و5 محلي اصل الدوري المصري. انا كالعاده طبعا بنقعد شويه انا وانت نتكلم مع بعض، عايز تتفضل معانا اتفضل، هات المشروب بتاعك يا باشا ويلا بينا نتكلم. مش عايز اوعدك وعود كاذبه، لكن خليني افكرك وافهمك ان احنا الفتره الجايه هيبقى عندنا افكار كتير وحلقات كتير وبرامج اكتر، وبحضر لبرنامج تقيل قوي هياكل الارض واليابس. هوريك يعني ايه حد فاهم ديجيتال ميديا، هوريك يعني ايه حد فاهم اعلام، والفرق بين اللي بيصنع محتوى عشان واخدها ليله وهليله وبيبيع لك اي كلام، والفرق بين اللي دارس واللي فاهم وبيعمل ريسيرش كويس وبيحلل صح وبرنامج من الطراز الرفيع. وهوريك حاجه ما شفتهاش في الاعلام كله الرياضي على السوشيال ميديا، لحد ما نوصل دي مشاكل انك تصور في البيت بقى عيال صغننه، ابن اختك ابن خالتك، حاجات مقرفه حاجات مقرفه. لكن ادينا من ايه بنكمل لحد ما نوصل للاستوديوهات اللي فيها عزل صوت دي، عارفها؟ هتعرف عشان تجيب مشاهدات اطلع اشتم شيكابالا، هتلاقي جمهور الزمالك بيشتمك، فتطلع بعدها بتشتم ابو تريكه، هتلاقي جماهير الاهلي بتشتمك، فتلم الدنيا تاني تشكر في ابو تريكه، تلاقي جمهور الاهلي بيحبك. بعد كده تعمل وثائقي عن شيكابالا والاباتشي، هتلاقي فسهل جدا تضحك على الجمهور. احنا مش بنعمل ده وانا مش هعمل ده، لان عندي مهنيه وعندي اخلاقيات للمهنه وفاهم مهنه ودارس في مجال شغلي، وعايزين نقدم قيمه حقيقيه ومنتج كويس للناس، نمتعهم نرفههم نضحكهم نديهم معلومه نشرح لهم الكواليس نفهمهم الحوارات. بصراحه انا مش عندي حاجه تانية اقولها، فمش عارف انت قاعد ليه محد والله العظيم الكواليس اللي بتبقى في الاخر دي جميله عشان بتفتكرها بعدين، اللي هو فاكر لما كنا بنقعد نقول هنوصل وبنوصل ووصلنا. الفكره انك مش عارف هتوصل امتى، بس انت حاول. امتى ما تعرفش، بس حاول، هتيجي بسرعه هتيجي، ولما تيجي هتزهق ان هي جت. انت في الاول بتبقى فرحان بالحاجه قوي، زي العربيه اللي اول مره تركبها، او السكوتر اللي اول مره تشتريه، او التليفون اللي كان نفسك تجيبه، او اللاب اللي كنت هتكسر الدنيا وتقعد تشتغل عليه، اخر بترميه على جنب زيه زي اي حاجه. عشان كده تعالى يا باشا، تعالى ابوس، تعالى اوبا دي في حلقه النهارده. ابوس حضن كبير قوي، بوسه كبيره قوي. ما عجبتنيش قوي. فين؟ وريني. بيب حضن كبير قوي يا توتو. اي الله يا جبدل يا الى اللقاء.